اوكي، سامعني في السماعة والصوت جاي من الكمبيوتر، فالصوت حلو جميل طيب جدا. الحمد لله. لف كده يا شريف، لف يا شريف لف. هلف حاضر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه يا شيخ حازم. دي مش الحتة بتاعتي. لا اتفضلوا انت. ايوه حزوه. الطاقية شفت برضو لابس ايه وعامل بتحطني ايه؟ في مود يعني. عادي يا حازم، انت برضه مسلم، ممكن تقولها عادي، مش مشكله. الحمد لله الحمد لله. ولا عمل كريم خالد. عمل فيديو عجبني. كريم شفته مين؟ كده امبارح او شفت منه حته. كان بيقول يعني ما تتكسفش لو هتعمل فيها شيخ في رمضان يعني. فعجبني الحوار ده. انت بتتفرج عليه ليه اصلا؟ بس يا ابني بقول لك ايه، انا الكاميرا يعني انا فاهم، يعني كاني عامل كده فاهم. دي الانجل محتاج انزلها شويه لتحت بس. يعني جاي مش من هينفع فوق بقى. ساقطة كده عليك من فوق شوية قصدك ولا ايه؟ امم عادي كده عادي. يعني كده. بص انا عامل هنا ازاي، هي أيوة. عامله كده. اوكي، ما هو انت باصص في لابتوب فده طبيعي يعني. طيب يلا بينا. خير خير. ازيكم يا جماعه، اخبار رمضان ايه؟ عباده وزهد وبكاء. بس جميل والله. الحمد شريف لله. شكلك مختلف عن فيديوهات البرنامج. انت كان معاك اوسم ميك اب صح؟ ارتست ولا ايه؟ كان معاك ميك اب ارتست؟ لا، كان في سان كيسز كده. اسمه ايه البتاع اللي انت بتحطه على، فاكر على شعرك ده كان؟ فشكول. يا ابني ده ايوه مشهور، يا حكيت. ابني انت اللي فلاح والله. يا ابني بالعكس. إيه ده؟ يا ولاد قصدك اللذين. انت اللي يا حازم رحت له لقيت بتاع كده ريحته صعبه جدا بص غالبا، في يا توم بص يا والله. حازم، الواد ده اقسم بالله في الواد توم. ده لا، الواد ده جاحد، ده بيجي يقعد ياكل ويشرب وينام ومزاجه حلو. اول لما يرجع القاهره تاني، طول ما هو عندي ما يقدرش يتريق ولا يقول حاجه. اول لما يرجع القاهره يبدا بقى ايه، يتنمر ويقول لك يا انتوا حازم فلاحين. يا حازم انا رحت عشان ابات عنده. فانا ده خلاص احنا احنا داخلين ننام. اكلناه يا عم حازم، اكلناه كوردن بلو. قاعد يقول لنا داخلين. انتوا عارفين ده اسمه ايه؟ طب ثواني بس. داخلين ننام. كورد. لقيته بيقول لي ايه، خلي بالك. انت نيمتك على سرير تيتا الله يرحمها. الله انت يرحمه. نايم. انت نايم على السرير دي الله يرحمها. اللي ماتت عليه. يقول لي انت نايم. يقول لي انت نايم على السرير دي الله يرحمها اللي ماتت يا ابني عليه. تاخد البركه يا ابني. انا نايم كرامات. ازاي طيب دلوقتي؟ عشان ربنا لو يفتح سمحت- عليك. هو انتوا عارفين ان كل لو سمحت ده يا هيطلع حازم. في الحلقة صح؟ اما يطلع خلي الناس تعرف شريف بينام اصحابه فين. لا بس شريف يعني من اكرم الناس يعني بجد. اه يعني والله فعلا والله يعني. فعلا. الحمد لله. والله. ربنا يكرمك يا مكارم. عشان مكارم كده ايوه صح 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 صح. مود الدعوة بتاعت الثمانينات ده ولا السبعينات. افيهات المشايخ دي. م- انت ايه عارف مين الاخبار؟ اللي عامل الكلمات يا عامر؟ لا مين؟ كلمات النشيد احمد العربي. لا مين؟ احمد العربي يا هو اللي مؤلف الشعر ده. خلاص ده بيعمل معلقة دلوقتي ها. داخل في مود معلقة. كويس انك قلت لي. لا بس جميل على فكرة جدا. انا ما اعرفش ده مين اه. ودي هتبقى دخلة حلوة انه ايه يا حبيبي؟ ان انا اخد المايك بس مش اكتر يعني. وما احنا يضره الا يعرفه حازم. فرب حازم يعرفه. لا حازم ماشي مش يا باشا. هيفهم. لا انا ليه انا مش فاهم هيفهم؟ ايه يا ابني، ليه يا ابني ليه بتعاملني كده ليه يعني ليه؟ لابس طاقية خضراء يا ابني. ايوه يا ابني في ايه؟ عشان ما عنديش كتب. في مكتبة هنا على الشمال اهي فيها كتب سيزمي ستريت. يلا خير، قول يا حازم. هنحب ايه الموضوع؟ هو انتوا كنتوا عايزين تتكلموا في كذا حاجة ودي يعني والبوينتس كانت حلوة جدا يعني. عشان على بال ما الحلقة دي تنزل يكون الناس اللي ما لحقتش تبدأ من الأول تبقى فاهمة انه مفيش حاجة يعني مفيش ما ضيعناش الوقت ولا حاجة يعني. هو الفكرة انه في ناس بتبتدي تجهز نفسها لرمضان من قبل رمضان عشان تبقى مسخنة، وفي ناس بتبتدي تسخن من أول رمضان فبتبتدي تسخن على نص رمضان. فبدل ما نقول ان احنا
خلاص كل حاجة ضاعت، ونبتدي بقى رمضان الجاي بقى ان شاء الله. فانت دلوقتي موجود عادي، انت دلوقتي بص موجود على فكره يا حازم، انا عندي بس تعليق على الحته دي، مم. فبفكرني ان انا يعني، قول ولا انت قول هنبدا عادي نتكلم قول دلوقتي؟ قول لا قول عادي. قول يا عم. يعني فكره ان احنا دايما بقينا بنوجه خطاب ان انت لازم تستعد لرمضان من رجب وشعبان، ورجب شهر انت تحط البذور، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. احيانا الخطاب ده بيجيب اثر عكسي على كتير من الناس. يعني هو الحته اللي انت بتتكلم فيها دي يا حازم، ان انا دلوقتي انا خلاص، طب انا ما استعدتش في رجب وما استعدتش في شعبان، وعدى كام يوم في رمضان، فانا لسه مش لاقي نفسي، فخلاص يبقى انا كده ايه، فات رمضان ده لان انا ما استعدتش من البدايه. ممكن يكون التصور ده مش يعني هو موجود يعني في كلام السلف وكده، لكن ممكن يكون احنا بنقفل الدنيا على الناس. يعني المعامله مع ربنا مش كده. يعني فكرة ان انا الاستعداد والاخذ بالاسباب وان انا بهيئ نفسي، ده بيخلي الانسان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه حاجات زيادة في رمضان. لا شك، يعني لا شك ان انت الحال بتاعك قبل رمضان بيأثر على حالك في رمضان. مم. لكن مش معنى كده يا جماعة احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. فممكن واحد يقبل على ربنا سبحانه وتعالى في يوم 10 رمضان، يوم 15 رمضان، يقرر ان هو يتوب ويترك الذنوب بتاعه ويصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وحاله يتغير، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للعباده، ويسبق ناس كتير من اللي كانوا بادئين من زمان. فالعمليه مش يعني فكره الحسابات الرياضيه مع معامله ربنا سبحانه وتعالى فيها مشكله. فمش معنى الكلام ان انا بقول ان انت ما تستعدش، لكن معنى الكلام ان اللي دخل رمضان وما استعدش، ما هو عادي، ما هو رمضان اصلا، رمضان ربنا سبحانه وتعالى جعله فرصه علشان انت تغير، يعني مدرسه ان انت تغير فيها. اول يوم ان انت تصفد الشياطين، تفتح ابواب الجنه، تغلق ابواب النيران. فكأن الكون كله بيتهيأ ان انت تدخل في جو العباده، وانا مش عارف اعمل ده في غير رمضان. فخلاص يعني بلاش نقول للناس فكره ايه، ان هو يا جماعه انت كان لازم تستعد في راحت رجب، عليك. كان لازم تستعد خلاص، فانت كده ايه، حاول بقى تلحق اي حاجه. لا، مش حاول تلحق اي حاجه، انت ممكن وانت في رمضان بقلب صادق، بدعوه صادقه، بنيه صالحه، ان انت تسبق كتير من الناس. لعل واحد بدأ في رجب وفي شعبان ومعجب بنفسه ومعتمد على نفسه، فممكن يخذل، ربنا سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه. فده بس حلوه ده رأيي حرشة يعني. دي، نعمل كده عشان اللي عايز يتكلم. طب انا جميل عندي جدا. عندي تعليق برضو. حلو قوي يا شريف. لان دي كمل. عندي تعليق عشان دي احد الحاجات اللي كنت عايز اتكلم فيها، فبقولتها يعني. ممكن اقول قصة بس شكوى الناس عشان ممكن اقول قصة عشان بس ماشي، اخش في مود ان انا قول. شيخ وبتاع. قول يا عم الشيخ. في شهقة يا ابني انا مش فاهم الافيهات بتاعتك دي بجد. ايوه مش بجد يا شريف، عديها بس عديها. طيب قول. خلاص ماشي. انت مات. قول يا حبيبي. وانت بتقول عارف. ها. وانت بتقول ان هو يعني ان انت ممكن بقلب صادق او كده. انا جه في بالي القصة بتاعت الراجل اللي ما صلاش ولا ركعة ودخل الجنة، مات شهيد في غزوة أحد. مم. انا مش فاكر اسمه طبعا للأسف. لان انا مش يعني يعني ما ببقاش بسمع وانا بذاكر يعني. بس هو كان رايح المدينة، فراح سأل على الناس صحابه وبتاع، فين الناس ومش عارف ايه. فكل ما يسأل على واحد يقولوا له ده راح يحارب، راح احد. ف اللي هو يا جدعان كل الناس راحت وانا ما روحتش ليه؟ يعني حاسس انه طالما كل الناس اللي انا عارفها دي وكل القادة وكل الناس الكويسة دي راحت، فاكيد في خير في الدين ده. فاسلم واتجه راح، وكان رايح من بعد وقت الفجر، يعني ما بين الفجر والظهر، ما كانش في صلاة في الوقت ده، واستشهد. فكان هو يعني ده كان حتى واحد من الصحابة، اظنه كان ابن عباس او حاجة زي كده، كان بيسأل السؤال ده للطلبة بتوعه، مين اللي دخل الجنة من غير ما يصلي ولا ركعة. فهو اسلم كذا ساعة وخلاص. ابو هريره هو اللي كان بيسال ابي هريرة صح. اخبروني عن رجل دخل الجنه لم يصلي صلاه. انا جايبها من فتح الباري، انا مش من عندي يعني. ما هو احنا الحديث اللي انت بتقوله ده شايفينك. في البخاري يا حازم.
مم. قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. صلى الله عليه وسلم. طيب خليني اضيف حاجه يا حازم، عشان انا امبارح برضو قريت حديث. الحديث ده احنا عارفين اخره، بس انا ما كنتش عارف اوله. ودي من الحاجات اللي بتعبنا ان احنا ما نسمعش الاحاديث كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بيته فلقى فيه وضوء، يعني الميه اللي هيتوضى منها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين اللي حط دي هنا؟ فسيدنا ابن عباس قال له انا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قام ماسكه وضمه ودعا له الدعاء اللي احنا عارفينه بقى، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تمام. انا اللي شدني انه هو انت خدت، هو سيدنا عباس ده حبر الامه، ده يعني من افقه الصحابه يعني. يعني هو انت اخدت المرتبه دي عشان جبت له شويه ميه؟ يعني انا كنت بقول جوايا انت ما عملتش حاجه. يعني انت يعني في اللي ربنا ليه اسرار في معامله الناس. ربنا ليه اسرار، زي الموقف اللي انتوا حكيتوه، زي الموقف بتاع ابن عباس، ان انت في لحظه معينه في وقت معين تعمل حاجه انت نفسك ما كنتش اصلا يعني عايز منها حاجه كبيره، وتاخد بسببها اكبر حاجه ممكن تاخدها. فزي ما شريف قال، بس انا بكمل انه المعامله مع ربنا معامله قلوب ومعامله صدق ومعامله اسرار فعلا. انه فجأة انت بتنتقل في حالك مع ربنا بسبب لحظات، مش بسبب زي ما شريف قال حسابات هندسية وختمت قد ايه وعملت قد ايه خالص. يعني الحاجة التانية اللي عايز أكدها انه يا جماعة احنا اصلا في رمضان عايزين نبذل عشان نتغير بعد رمضان. فاللي مش حاسس بثمرة او مش حاسس بحاجة، انت اصلا يعني مش عايزين يبقى ده الهدف. مش الهدف زي ما قلنا ان انا اتلذذ في رمضان، الهدف ان انا اتغير في رمضان عشان اللي بعديه. فرمضان لو هو متعب وشاق وتقيل فده كويس، انت كده بتطلع السواد اللي جواك وبتطلع المشاكل اللي جواك عشان بعد رمضان. فافتكر النية دي، افتكر انا اصلا بعمل ده عشان اللي بعد كده. انا عايز اللذة بتاعت الصلاة بعد رمضان، فبتعب دلوقتي في رمضان عشانها. فخلينا برضو نفتكر الهدف ده عشان نبقى ما ننساش احنا عايزين ايه من رمضان. وثالث حاجه افتكرتها في المعنى ده، دايما الناس في اول رمضان ده نتيجه استعجال البني ادم، وكان الانسان عجولا. انا مش حاسس برمضان. اولا الحته اللي اتعلمتها كتير، انت مش داخل رمضان عشان تحس، انت داخل رمضان عشان تعبد. يعني انا الهدف من رمضان ان انا ربنا يتقبل عبادتي، مش ان انا احس. يعني كده احنا مشكلتنا احنا داخلين رمضان لينا مش ليه. فعشان كده يقول لك لذة العباده ايه؟ مسمومه. يعني اللذة اللي بندور عليها في العبادة دي ممكن يبقى فيها سم، ان انا بجري ورا اللذة مش بجري ورا العبادة. ولو العبادة مش عجباني بعد كده عشان ما فيهاش لذة مش هعملها، وانسى المشهد بتاع يا رب تقبل العبادة سواء انا تلذذت بيها ولا لا. فشيل دي برضو من دماغك. يعني ايه اللي بيخليني ما تلذذتش ده موضوع تاني بقى، وقبل رمضان وذنوبنا والكلام ده. انما حاليا انا الهدف ان انا اعمل الصلاة عشان ربنا يتقبلها، مش ان انا ارتاح واستمتع بالصلاة. فتحس ان هي برضو كلها حته انا داخل رمضان عشان اتبسط. انت مش داخل عشان تتبسط، جميل قوي. انت داخل عشان تتغير بعد رمضان، وداخل عشان الله يتقبل عبادتك في رمضان ويكفيك ده بقى. فيعني دي حته وفي نفس الوقت ده ما يمنعش ان العباده لها لذه ومتعه. الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدره ليها. يعني كتير من الشباب وده انت بتشوفه يعني في واقع ان هو كان مثلا قبل رمضان ما بيصليش، مش عارف طريق المسجد، بتلاقي ان هم عندهم سعاده والله غير عاديه لما بيجي ويصلي. ايوه كده هتحس بحاجه. بس في ناس عايزه الايه، انا عايز اعيط من اول ايه، وعايز اعيط كتير، وعايز ابدا. ده ليه تمن على نفسك انت، لان اولا ده ليه تمن، وده خلاص اللي فات مات. يعني مش هينفع نتكلم فيه دلوقتي لان احنا بنتكلم على حاجه للاسف راحت علينا. انما خلينا بقى نتكلم بواقعيه. انا عايز اعمل ده عشان اللي بعد رمضان، واهم حاجه ان ناخد الثواب من ده، وادعي ربنا برضو يفتح عليك، وربنا ليه اسرار زي ما قلنا يعني. لا انا برضو انا مش مع حته يا عامر اللي دي خلاص حاجه كان ليها تمن من زمان وراحت علينا. لا، ما دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها في البدايه. ما اقصدش ده والله يا شريف، اقصد ما تقعدش تقول لي اصل انا برضو من الاول ما استعدتش، خلاص ده خلص.
ده خلص، عديه واسكت. عايز بقى اللذه دي، اصدق دلوقتي ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتجيلك زي ما انت قلت. اصدق وتجيلك حتى لو اخر يوم رمضان تجيلك وتبقى خدت ثمره ليك، وكمان العباده ان شاء الله ربنا يتقبلها. وده الاصل. انا بس نفسي نركز على الاصل. الاصل انه الله يتقبل عبادتي وافوز بالحسنات واخش الجنه واتغير بعد رمضان. صح. فاحنا متفقين، انا بس بكمل عليها يعني. الفكره انا كنت بتكلم امبارح مع مراتي في موضوع في موضوع انه سبحان الله، يعني مش عارف، اول ما المغرب اذن، ما قصدي ما العشاء بتاع اول عشاء في اول تراويح، مش عارف، انا حسيت جدا جدا يعني ان مفيش شياطين، معرفش ليه، يعني حسيت كده انه في وساوس كده معرفش راحت. يمكن انا يعني توهمت بده، بس هو فعلا ده اللي حصل. فسبحان الله كنت بقول لمراتي انا خايف جدا من بعد رمضان، اللي هو الواحد عايش مود كده ايماني، يعني شويه اللي بيحس ان هو عايز يعمله ربنا بيسهل له اكتر من قبل كده. فكنت ببقى عايش متضايق انه بعد رمضان ده هيروح، يعني اللي هو الشياطين هترجع تاني والدنيا هترجع صعبة تاني ومش عارف ايه. بس في اللحظة دي استوعبت انه في حاجات انا بعملها في رمضان دلوقتي ممكن دي تبقى بدايات العبادة اللي تستمر معايا بعد كده. يعني انا مش لازم اتعامل ان انا لازم بقى اكون عادات طول السنة واجي بقى اعظمها في رمضان. لا، رمضان بتاع الانطلاقات الجديدة، زي ما اكيد انتوا دايما بتدعوا لكده، واتكلمنا في كده في الحلقات اللي فاتت، ان انت ممكن تكون عادة جديدة خالص في رمضان وتتعامل مع رمضان بالطريقة دي. دي ميزه يا جماعه، ظروف رمضان اللي ربنا قدرها لينا السنه دي والسنه اللي فاتت، ان انت تعبد لوحدك شويه بقى. تتعلم ان انت اصلا في حياتك انت المفروض بتصلي قيام لوحدك وبتدعي لوحدك. فكره صلاه الجماعه واجتماع المسلمين والصحبه بتعين، بس ما ينفعش تبقى انت ما بتقدرش تعبد لوحدك. يعني اساس الخلوه انك لوحدك. وسيدة مريم يعني انتوا عارفين الايه اللي هي فاتخذت من اهلها مكانا شرقيا. يعني في التفسير ان هي سيدة مريم ما كانتش عارفه تقعد في المسجد وفي دار العباده عشان الحيض، فراحت عملت خيمه لوحدها في حته وقعدت لوحدها في حته في الشرق مكانا شرقيا. اللي هو سيدة مريم لازم كده كده اعبد، ولازم كده كده ابقى مع ربنا لوحدي، فلو مش هينفع هنا هشوف حته. احنا البطاريه دي ضعيفه جدا عندنا. يعني انا ما بعرفش اقعد نص ساعه لوحدي مع ربنا، ما بعرفش اقعد ساعه مع ربنا. في ناس يعني قاعد جلسه الضحى بيذكر مش قادر. فرمضان ده فرصه ان انت بتتربى حتى ان انت تعبد ربنا، ويبقى فيها بينك وبينه انس وخلوه. فاللي بيقعد يقول انا مش لاقي الناس، مش عارف اصلي مع مين، هو ده تربيه ربانيه عشان قلبك اللي هو طبعا هتكتشف انه في مشاكل، يتعلم ان هو يقعد مع ربنا. وعشان بقى بعد كده انت اللي بعد كده انت الاصل. يعني انا عايز المعنى اللي انت بتقوله ده عامر وكلام حازم، يعني ما يخليناش نفوت معنى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كريم. ان فكرة تصفيد الشياطين، فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب. يعني فكرة ان الابواب الجنة تفتح، انت تستشعر ده. يعني الكلام اللي حازم بيقوله مش حاجة بعيد. ان انت في اول ليلة في رمضان المفروض ان انت تحس ده. ايوه انا حاسس ان عارف كان سيدنا انس بن النضر يقول اني لا اجد ريح الجنة دون احد. فان انت في اول ليلة في رمضان انت تحس كده ايه، الهواء مختلف. يعني ابواب الجنة فتحت، ابواب النيران غلقت، الشياطين مرضت، الجن صفدت الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير اقبل. يعني لو انا مش هتغير في رمضان، اتغير امتى؟ اللي عايز يقرب يقبل في الفترة دي. ولو انا مش هترك المعصية اتركها امتى؟ ويا باغي الشر اقصر، كفاية بقى توقف. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك في كل ليلة. ده بيخليك ما تفوتش معنى ده، يعني تركز على الفوائد والثمرات اللي فيه، لكن ما تفوتش معنى ان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كريم. انت ليه؟ يعني هل احنا نستحق اصلا المعاملة دي؟ يعني انت احنا طول السنة في تقصير والعبادة ضعيفة. حتى اللي بيعبد الآفات اللي بتدخل من الرياء والعجب والتقصير وعدم الخشوع في الصلاة
في الاخر تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاك المعامله دي كرم. سبحان انت الله. عندك مشكله مع الشيطان، خلاص شلته لك دلوقتي. عايز عندك مشكله ان انت ما عندكش ذاتيه في العباده، مش عارف تقعد مع نفسك، تلاقي صلاه التراويح، وتلاقي الناس كلها قلوبها اول يوم فجر في رمضان فجاه بصيت لقيت المسجد ايه ده؟ ايوه الناس دي مين اللي اتى بقلوب هؤلاء اللي كان في قبلها في يوم. يعني كان حد من الشباب في سنه من السنين بيحكي لي، بيقول لي انا ليله رمضان كان قاعد مع صحابه، كان واحد منهم بيتسحر حشيش. يعني ليله رمضان اخر حاجه بيشرب سيجاره حشيش في السحور بتاعه، خلاص بقى اخر حاجه وخلاص وايه خلص بتاعه بيختم. ويلا يا جماعه نروح نصلي الفجر. الشاب ده كان في اخر رمضان معتكف، سبحان الله. كان معتكف وقاعد بقى بيسأل بيقول بقى ايه، انا عايز بقى احفظ قرآن بعد رمضان هو ايه يعني القلب ده مين اللي خلاه فجأة كده ان انت تحب الصلاة وتحب المساجد وتقف في التراويح فده المعنى ده ما يفوتش، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى كريم. فلما تلاقي المعاملة كده، يعني الكون كله بيهيأ ليك علشان انت تقبل على العبادة وعلشان انت تتغير وعلشان حالك ينصلح، فتعرف ان لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بما ان ربنا سبحانه وتعالى عمل معانا كده وتفضل علينا بالنعم دي، يبقى انا لو اقبلت على ربنا سبحانه وتعالى يبقى ظني ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لي الابواب ويقبل التوبه بتاعتي ويكرمني ويضاعف الحسنات. فكره اصلا ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، فكره العتق. دي الواحد والله لما يقعد يتامل فيها ان ده رقبه دي اتفكت خلاص. يعني اصلا احنا عايشين ليه؟ يعني هدف من الحياه، انت عايش عشان تدخل الجنه برضا ربنا سبحانه وتعالى وان انت تنجو من النار، ده الهدف. يعني لما الاعرابي جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. يعني قاعدين تقولوا دعاء انا ما بعرفش اقوله، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، انا ما بعرفش اقول الكلام ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فما تقول انت؟ قال اقول اللهم اني اسالك الجنه، يا رب دخلني الجنه، يا رب نجيني من النار. قال حولها ندندن انا ومعك. يعني القصه اللي احنا بندندن حواليها كلها تدخل الجنه وتنجو من النار. ده اللي سؤال معاذ، ما قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت به الجنه يدخلني الله به الجنه وينجيني به من النار. قال لقد سالت عن عظيم. هو ده، هي دي في الاخر رمضان فيه كده، فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك في كل ليله. انا بحب ان انا لما عشان اعيش المعنى ده اقرا كده في الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن النار علشان اعرف ربنا هينجيك من ايه. لان احنا عندنا مشكله ان احنا ما بنخافش من، يعني بتكلم عن نفسي يعني صح، يعني ما ممكن انت بنحسش ان النار دي فكره لينا. يعني تيجي ايات النار، ايوه الكفار هم اللي ايوه، لا هو سبحان احنا الله. المنهج بتاعنا في العقيده بتاعتنا ان عقيده اهل السنه والجماعه ان في النار هيبقى اهلها طبعا كفار، دول اللي مخلدين في النار، وفي موحدين اهل التوحيد اللي كفه السيئات رجحت على كفه الحسنات. ففي ناس كتير من المسلمين من الموحدين هيدخلوا النار، وبعدين هو لا يخلد في النار. طيب يبقى الايات اللي في النار، الايات والترهيب والوعيد، المفروض ان انا لما اجي عندها المفروض ان انا اخاف. يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سوره الحج في وصف عذاب النار، والله فعلا اللي يتامل يشيب. قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربه، واحد على الايمان، وقيل ان هي نزلت في على ما اذكر في المبارزه في يوم بدر، صح؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، فاللي خارج يبارز سيدنا حمزه وسيدنا علي بن ابي طالب قدام عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فربنا سبحانه وتعالى قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني يفصل لي ثوب من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ينزل حميم على الرؤوس يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني مش بس ان هو لابس ثياب من نار، ولا ان هو بينزل عليه حميم من فوق راسه، ده كمان ايه، ملائكه بمرزبه وبتضربه. ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم. الغم كمان يعني في عذاب نفسي، أعيدوا فيها وقيل لهم
أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوق. وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، مش عارف يخرج، فاهم؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، شدة حرارة الماء، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فأحاديث والآيات بتتكلم عن النار، يعني مش عايز استرسل في الكلام فيها، لكن دي الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيك منها. قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، خلاص عن النار، لا يسمعون حسيسها، حتى صوت النار في أرض المحشر تكاد تميز من الغيظ، انت بفضل الله مش هتعدي على الكلام ده. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فأيوه أنا عايز ده. أنا بقعد بقى أفكر اللي هو يا جماعة أول ليلة، طب الناس لسه ما صامتش، لسه ما تصحرش ولسه ما صامش ولسه ما عملش أي حاجة، لسه ما دخلش رمضان، ما هي أول ليلة اللي هي أول تراويح، دي أول ليلة في رمضان. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك في كل ليلة. مين بقى اللي رقبته اتفكت في أول ليلة ده ولسه ما صامش؟ ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلوب العباد. هو ده اللي انا كنت بقوله في البدايه، ان يا جماعه المعامله مش بالارقام، مش زي ما انت، مش بالهيئه، مش زي ما انت شايف. ممكن واحد رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بر، يكون عند ربنا سبحانه وتعالى في اعلى درجه. فربنا يطلع على قلب العباد، على قلوب العباد، فلان ده خلاص عمل بقى الشيطان معاك طول السنه، خلاص كده ايه. طيب انت الكلام ده انت قصدك بيه ايه برضو؟ لانه اللي ممكن حد يفهمه من الكلام ده انه ربنا رب قلوب بقى، عارف ان هو انا لا، ما هو احنا بقيت الكلام هيبقى هو يعني انا بفترض ان احنا الحمد لله الناس اللي بتسمع هي عندها الصوره كامله، فاهم قصدي؟ لكن انا ما بحبش افسد معنى الرجاء بان انا استدرك عليه. يعني خد بالك انا عايز اكلمك عن الرحمه، بس خد بالك ربنا شديد العذاب. يا عم ماشي، انا سيبني اعيش ان ربنا رحيم. لا حلو، انا مش قصدي، انا فاهم جدا وعجبني جدا عجبني جدا مجرى الكلام بالطريقه دي. انا بس عايز اعرف يعني ايه اللي بيخلي اعمالي يعني ايه اللي بيخلي اعمالي المنبع بتاعها صدق القلب، عارف يعني ايه؟ يعني اعمالي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ خلينا نقول ان هي زي ما هي، يعني هنصلي نفس الصلاة يعني نفس عدد كل حاجة تمام، فالعمل هيختلف ازاي لما ابقى انا بالوصف اللي ان شاء الله ينطبق علينا ده؟ فاهم طب قصدي؟ قول يا عامر، عندك حاجة؟ طبعا. انت كنت كاتب ممكن كواليتي يبقى عندي حاجه مش كده؟ ايوه بالظبط كنت هقول كده يعني. بص، اللي بيبقى عنده صدق او اللي فعلا بيبقى عنده عزيمه يعني، فلو عزم امر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. الكاميرا وقفت حالا. فانتوا كملوا على صغير، كملوا مش مشكلة، طيب ماشي كمل. طيب انا كمل، احنا سامعينك. انا عايز اقول على انا عايز اقول على المعنى ده يا حازم، على لما عامر يجي. يعني انا بحس ان هي فكرة ان التفات القلب. يعني انت احيانا بتبقى الوجهة بتاعت قلبك مش ربنا، مش الاخرة. انا شايف ان ده من الفوارق. يعني هو بتلاقيه هو مشغول بحاجات تانية كتير. مش بقول ان انت في طبيعي ان انت هتبقى عندك مشاغل. انا قبل ما نطلع البودكاست كنت بسأل الشباب، بسأل واحد صاحبي اخبار الجامعة ايه، بتروحوا وبتعملوا؟ لان انا مش بقيس على نفسي. انا ممكن تكون مثلا عندي شوية فراغ، شوية عارف افرغ نفسي في رمضان، لكن في ناس عندها حياة. لكن انا بتكلم عن التفات القلب، ان انت قلبك يبقى الاتجاه بتاعه ايه. انت على فكرة ممكن تكون مشغول جدا بس الوجهة مظبوطة. قلبك في حاجات بتشدك بعيد، الشواغل، ملهيات، حاجات اللي بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. انت لو قلبك متوجه ليها، يعني اللي داخل رمضان وقلبه متوجه ان انا عايز العتق والرحمة وعايز اقرب من ربنا وعايز اتغير،
ده اللي انا بتكلم عنه. لكن اللي داخل هو انا بالنسبه لي رمضان زي شوال، زي ذو القعده، زي ذو الحجه، فعادي. يعني انت قصدك هدفك ايه يعني، صح؟ يعني انت عايز ايه من انت ربنا؟ توجه. ايوه، انت التوجه بتاعك، التفات قلبك. يعني عارف في روايه من روايات حديث قاتل 100 ان هو ايه، التفت بس كده، ايه، مجرد انت غيرت الاتجاه بتاعك، المسار. يعني بحس ان رمضان فرصه ان انت تغير مسار حياتك، الاتجاه بتاعك. هي دي التوبه، ده معنى التوبه، ان انت تمشي وترجع. تابع يعني راجعه، انا كنت ماشي غلط، فتقف مع نفسك واقفه. لا، انا مثلا الحجاب ده ما ينفعش، المسار بتاعي لازم يتغير في الطاعه دي. انا الصلاه دي ما تنفعش، انا اكتشفت ان انا حالي مع القران ما ينفعش. التوجه بتاعي يبقى قلبي كده متوجه ان انا عايز اقرب، عايز اتغير، عايز اتوب، عايز بقى ابطل الحياه اللي انا فيها دي. اللي قلبه في ده مشغول ان هو يقرب من ربنا، ومشغول ان انا اخد الرحمه وان انا اخد المغفره، ده اللي انا بتكلم عنه. انما المشكله ان انت تدخل رمضان والتوجه بتاع قلبك يبقى لسه مع الدنيا. مش بقول ان انت هتسيب الدنيا، ما انت كده كده في الدنيا، انت كده كده بتشتغل، لكن فاهم قصدي انا بتكلم في ايه؟ فاهم بس فاهم. ايوه هي من الاخر في بارادايم شيفت بيحصل في من الاخر. يعني كنت بص على حاجه بقيت بص على حاجه. يعني ايوه، هي دي، هو ده اساس هي الصدق ان انت البارادايم انا شيفت، كنت البارادايم شيفت دي. انا اتعلمتها والله ده حازم شريف بصعوبه والله. بس هي كلمه يعني عميقه جدا بتقول هي فكره الوجهه دي. ان انا يا جماعه انا كنت شايف حاجه بقيت شايف حاجه تانية خالص. والاصح انا ما كنتش اصلا بصراحه يعني ما كنتش اصلا مركز مع ربنا. دلوقتي انا شايف ربنا في كل حاجه. دلوقتي انا يعني شايف افعال ربنا وصفات ربنا وربنا دايما معايا في خلاص في كل حاجه. مفيش حاجه عارف هي دي والله لب العلمانيه. انه انا دلوقتي يعني عادي انا بلعب كوره وربنا مش موجود في الموضوع ده، وبروح الشغل ربنا مش موجود. بس بعد كده في شويه حاجات فيها ربنا. فالموضوع بيتحول لانه كل حاجه لله وكل حاجه مع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عارفين يا جماعه ان لله دي قويه قوي. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ يقول له انا بك واليك، اللي هو كله على بعض منك. يعني انت اللي عملتني وما بعرفش اعمل حاجه غير بيك، وكل حاجه لازم تبقى معاك، وكل حاجه لازم تبقى منك. الموضوع كله الله. يعني والله الموضوع كله يا رب انت سبحان الله. يعني هي دي الله يقول له ايه؟ انت الاول ليس قبلك شيء، وانت الاخر ليس بعدك شيء، وانت الظاهر ليس فوقك شيء، وانت الباطن ليس دونك شيء. اللي هو ربنا في كل حاجه يا جماعه. عارفين اصل المعنى ده كيف بالي؟ عشان سوره الشورى فيها حاجه جامده قوي. انه ربنا يقول ايه؟ فالله هو الولي، وذكروا ايه؟ وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. هو دي هي. انت لو شلتها الجمله تمشي عادي جدا. اللي هو ايه؟ الله الولي، الله يقبل التوبه. هو دي كأنه بتقول لك مفيش غيره، هو وبس. هو من اولها لاخرها. هي دي معنى يعني المعنى بتاع ايه؟ الاول والاخر. انت يا رب الاول وانت الاخير، انت كل حاجه. فالفكره في لحظه الصدق دي ان هي لو جات لي بتتحول لانه لا يا جماعه انا يعني مش شايف خلاص حاجه غير ايه؟ غير رضا ربنا، وغير طاعه ربنا، وغير كلام ربنا، وغير افعال ربنا، وغير التحول ده عجيب. يعني التحول ده عجيب بس واقع فعلا في اللي بيحصل. وده اللي شريف بيقوله في فكره ايه؟ انه عارف لما يقول لك ايه؟ تفرغ قلبك، ما تعلقش قلبك غير ربنا، ما تستشعرش غير. يبقى هو ده الحاجه الوحيده اللي شاغله بال الواحد واصلا وبيرتب بقى كل بقى حياته وافعاله على اساسها، ما بيعملش حاجه براها يعني. فده ده اللي بيفرق طبعا. وده في الاخر زي ما قلنا ملوش علاقه بايه؟ اي حاجه في يومه وفي وقته، دي لها علاقه بعقله وبقلبه. ودي اللي احنا بندور عليها في رمضان والله فعلا يعني. فالتفريغ ده انك تفضي نفسك تماما اللي انت قلته، انه واللي شريف قاله، انه تدخل نفسك في مود رمضان. انا مش خلاص بقى انسى بقى التفاصيل التانية بتاعت الدنيا وبتاعت الايام العاديه. انا دلوقتي في رمضان، ودلوقتي مفيش شياطين، ودلوقتي في جنه بتفتح. ولما تدخل نفسك في مود العتق، في مود ده اللي بيحاول الانسان لان هو ايه؟ يحصل له فعلا والله نقله خالص في علاقته مع ربنا يعني. فالتفريغ ده اساسي في رمضان. للاسف في ناس في رمضان وبتتعامل كانها مش في رمضان. الفرق ان هي ما بتاكلش وخلاص. لا، رمضان مود، رمضان
خواطر وافكار ما بتفكرش في حاجه من الصبح بالليل غير ازاي اخد حسنات ورب هيعتقني النهارده ولا لا، ويا لو انا من اللي دخلوا الجنه بسبب النهارده، ويا رب الشياطين ما يجوش ما بتعملش حاجه غير في عقلك وقلبك غير ان انت عايش رمضان. فعجيب بقى ان احنا نغفل كمان عن رمضان. موضوع مهم فعلا بصراحه يا شريف، فكره انك تفرغ، ان الواحد يتفرغ، دي يتفرغ مش وقته، يتفرغ قلبه وعقله يعني. دي حته مهمه احنا حابين تتكلموا فيها دلوقتي، ولا لان انا ما انا حاسسها هي انا حاسس دلوقتي اللي عايز من الاخر يعني اللي عايز يصدق لازم يبدا بدي اصلا. يعني اللي عايز يتحول للصادق اللي خد قرار، اللي قرب من ربنا، انا كنت بدايتها ان هو حابب ينشغل. دي تبقى في يعني، واحنا بنتكلم في الاخر انا عايز نوجه الناس عشان ما يبقاش الكلام عايم. احنا في طب الاخر خليني عايزين طيب نوجه نفسنا في حتة كده قبلها طيب. وده اللي مؤثر عليا جدا الأيام دي، فكرة برضو حتة إنه الشياطين صفدت وكده. ولما باجي أبص أصلا على الموضوع من بعيد بستوعب قد إيه الموضوع ده غريب جدا. لأنه مثلا يعني أنا دايما بفكر في الموضوع من ناحية الجيمز مثلا، إن أنت بتبقى في جيم وبعدين فجأة بينزل لك مثلا بأي بقى فاهم اي حاجة بتاكلها فبتكبر بقى، ولا اي حاجة بتحصل غريبة جدا بتديك قوة مش طبيعية، مش متناسبة خالص مع الصعوبات اللي في الجيم، فبتقعد تاخد بوينتس كتير جدا. تمام. فاصلا ربنا سبحانه وتعالى هو اول 2 نزلوا على الارض، هو سيدنا ادم وابليس. فدلوقتي وهم اصلا هو الحوار كله صراع ما بينهم، صراع ما بيننا وما بين الشيطان طول الحياة. وبعدين فجأة مفيش ابليس، فاللي هو احنا بنخم جدا دلوقتي، يعني احنا كده في حاجة غريبة حاصلة جدا جدا علينا. فانا انا انا اللي بيستوقفني انت واللي دماغ متكلفه. عمل تشيت في اللعبه. الطاقيه الخضراء دي عمل دوج. انا اللي فعلا بيرعبني جدا هي فكرة اللي هو يا رب، يعني هي الدنيا سهلة الايام دي كده، طب ما انا وخلاص. يعني انا هتحكم في نفسي ازاي بعد كده؟ ده بيحسسني قد ايه انا ما عنديش تحكم تماما في اي حاجة غير بانه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يأذن بانه ايوه انا يحصل لي اللي انتوا بتقولوا عليه ده. فانا مش قادر احس انه اعمالي هي اللي هتوديني. انا ما بقدرش افصل اي حاجة غير يعني ما بقدرش افصل عن الدعاء خالص. يعني هي انت هو انت ما فيهاش تحوير بقى. يعني مش الصلاه هي اللي هتوديك، انا ما بقولش ما تصليش، بس قصدي انه مش ده اللي هيوديك، ولا القران هي انت بتعمل كل ده عشان تستحق بيه ان ربنا سبحانه وتعالى يروض نفسك، بس بتعمل ده عشان تستحق بيه ده بس. وساعتها برضو يعني مش انت مش هتبقى بتستحقه، ربنا هيكون بيمن عليك بده، زي الراجل اللي في الاول، زي الراجل قاتل 100، زي كل يعني هو استحق ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو من عليه، يجوز عشان حتى يهدي بيه ناس تانية، مش عشان هو نفسه مثلا ولا حاجة. فانا مش عارف افصل الصراحة. هي فكرة انه العبادات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها ما فيش يعني، هو الدعاء هو على راسها، لان هو ده اللي هيخليك تتقوى عليها، وهو ده اللي هيخليك تعرف تصلي، وهو ده اللي هيخليك تنزل صلي في المسجد، وهو ده اللي هيخليك تتفرغ لو هو ده اللي انتوا فعلا لو هي لو هو ده الحل. طبعا. يعني اللي انت بتقوله ده هو اصل الاصول، يعني انه اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحه كلها المنهج الاساسي نوحد ربنا وبنخلص ليه، وفي الاخر بنقول له يا رب بقى اهدينا، يعني ان هو الهادي سبحانه وتعالى، واحنا ما علينا الا ان احنا نحاول نعمل حاجه تخليه ينظر لينا بنظره رضا ورحمه، ان خلاص ماشي هديك. انما يعني الموضوع مش يعني مش بتاعنا في حته هنوصل ولا لا، لانه في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنه احدكم بعمله.
انه لازم ربنا يرحمني، لازم ربنا يمن علي. وده اللي بيقع فيه ناس كتير من الامثالي العملي اللي بيركز مع النتائج والاعمال، وبقى حاسس انه هي انا بيا وبالعمل، العمل هو السبب وانا اللي هعمله. فهي لا دي ولا دي، هو انت هتفضل تلف وتدور لحد ما ربنا هو اللي يفتح القلب، لانه القلب لا بيا ولا بعملي. الافتخار والتجرد التام في رمضان من حولك وقوتك ده اساس. وهو فعلا سبحان الله زي ما انت قلت، هو اصلا شايل لنا الشيطان، يعني من غيره ما كناش هنعرف نبقى كده. فهي هو الاول وهو الاخر، هي من الاول من ربنا ومش هتكمل الا بربنا. انما بقى احنا ننسى ده وتلاقينا مركزين في انا ختمت انا يعني عارف لما واحد يقول لك انا الحمد لله رمضان اللي فات عملت رمضان زي الفل، انت تحس ان هو مبسوط بالانتاج بتاعه ومبسوط بالعرق بتاعه، وهو الموضوع مش كده خالص. طب ما احنا قلوبنا دلوقتي ايه زي ما احنا شايفين، ليه؟ لان هو ربنا اللي بيملك القلوب. فالقهر ده يعني رحمة ان احنا نرجع نقول يا رب انت اللي تهدينا، يا رب انت اللي تفتح علينا، يا رب احنا محتاجينك دلوقتي وبعدين. فطبعا يعني حتى سبحان الله ايات رمضان لازم جت معاها وفي وسطيها ايات الدعاء اللي هي واذا سالك عبادي عني. الدعاء اساس. وبعدين الكلمه اللي افتكرتها وانت بتتكلم اللي هي جوه ايات رمضان اللي هي يريد الله بكم اليسر. مش انه انتم تريدون اليسر، لا هو الله اللي يريد بكم اليسر. فالواحد محتاج ان هو يبقى يا رب اذن لي باليسر ده، انا عايز اتيسر، عايز رمضان يتيسر وحياتي تتيسر. فالايه اللي بعدها تيجي ادعي بقى، ادعي عشان ربنا ييسر لك، ادعي عشان ربنا يفتح عليك. فيا جماعه اللي يعني اللي فينا بصراحه مش عايز اقول كلنا بندعي، بس انا بقيت احس انه في دعاء مش هو ده الدعاء. في كواليتي دعاء هي اللي لازم نوصل لها. يعني بحس مثلا انه في ليفل انا عايز اوصل مع ربنا لحته معينه، دي محتاجه منك بذل معين في الدعاء، ولو ما وصلتلوش مش هتوصل لها. غير كده الدعاء التاني ده على ما تفرج بقى. في بذل لازم يحصل في الدعاء، في حرقه لازم تحصل، في تكرار، في كتره، في ذل، وفي صدق انه والله يا رب انا بقصد الكلام ده، انا مش بركن لنفسي بعد ما اقفل الدعاء واروح واقوم اجي اقول بقى انا عملت ايه وانا هعمل ايه وانا جامد وانا مش عارف ايه. في اصلا حقيقه يعني. فكويس انك فكرتنا بصراحه بمعنى ده، عشان يعني اساس يعني والله فعلا سبحان الله. حته الدعاء شريف دي عشان عايز اسمع تعليق. حته الدعاء دي انا كنت عايز اتكلم فيها في معنى. كنت سمعت حد من مشايخ يعني، بس مش فاكر بصراحه كان في درس ايه يعني، فقال حاجه عجبتني قوي. بيقول احنا واحنا بندعي بنتعامل بسوء ادب في الدعاء في الطلب. يعني تخيل كده واحد راح لحد غني وقال له بص انا عايزك تجيب لي كذا وتديني كذا وكان ناقصني كذا فهتديني، فبيطلب ايه، دخل على طول الدخله رص ايه الطلبات بتاعته. فهو يقول على قد لما الموضوع ده غريب وانت مستنكره دلوقتي، احنا بنعمل كده واحنا بندعي مع ربنا. انت اول لما بتبدا دعاء يا رب ارزقني، يا رب اهديني، يا رب كذا، يا رب اصرف عني، على طول يعني انت داخل ايه بترص الطلبات بتاعتك وخلاص ايه قفلت وتقوم قايم. لما تتامل في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بتلاقي ان الدعاء ما كانش كده، دعاء الانبياء ما كانش كده خالص. فاحنا مفتقرين للادب في الدعاء. يعني حازم قال معنى في غايه الاهميه، ان الدعاء هو العباده فعلا. يعني مش معناها ان انت تزهد في الصلاه او لا، هي اصلا الصلاه فيها دعاء، القران انت بتعدي بايات دعاء، لكن الدعاء هو العباده لان هو اللي فعلا انت بتعترف فيه ان انت فقير. اسمع انت بتطلب تقول يا رب اهديني، انت كده اقرار ضمني ان انت ايه، ان انت انك فقير وانك لا تملك الهدايه. انا مش عارف اصلا اهدي نفسي، ولو عارف اهدي نفسي كنت عملتها لنفسي. فانا بقول يا رب اهديني، يا رب ارزقني، يا رب اصرف عني سوء الفحشاء والا تصرف عني كيدهن. شوف الادب، ادب سيدنا يوسف.
والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده كانه بيقول له يا رب ايه، انا مفيش، انا من غيرك يا رب، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاللي احنا مفتقرينه الادب، ادب في الدعاء، ان انا داخل دخلة عبد. سبحان الله. فمعنى الكلام بتاع حازم اللي هو ايه، الدعاء هو العباده. ايوه، اما انا لما بدعي، شوف سيد الاستغفار، تقول اللهم انت ربي، انت لسه انت عايز ايه؟ عايز تستغفر. يعني انت في سيد الاستغفار، ما هو انت بتقول يا رب، انت وانت بتدعي بالمغفره بتقول يا رب اغفر لي. خلاص خلصنا، خلاص يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، شكرا. لا، شوف دخلة الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. شوف الدخله. لا يعني مختلفه. يعني والله المثل الاعلى لما واحد يدخل على واحد من الاغنياء مثلا، اغنياء الدنيا، يقول له انت كريم وانت والله فيك كذا، ولما اديتني قبل كده المره اللي فاتت ده احنا كنا مبسوطين قوي والعيال اتبسطوا وبيدعوا لك ومش عارف. الدخله دي خلاص هو من غير ما يطلب، يعني يكفيه من التعرض اللي هو بس مجرد بس الثناء، خلاص يكفيه كده ايه عن التعرض للسؤال. فهي دي دخلة دخلة الدعاء. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. مش داخل اقول ايه على فكرة انا استحق ده، لان في ناس بتطلب بيعمل ايه، هو بيتعامل يا حازم ان العبادة هي تمن العطاء. فانا صليت اتحجبت، يلا بقى ايه، ها اديني. ما ادتنيش، طب والله ما انا متحجبه، طب والله ما انا مصلي. فهو كأن ايه، كأن انا بدفع. لا، مين قال كده؟ انا معلش، اصل انت وانت بتتكلم انا مش عايز انسى المثال، لانه نفس اصل انا اول مره معلش انا اصلا دلوقتي اتعلمت حاجه والله. عارف لما كل واحد فينا اكيد في النص اتعلمت حاجه فعلا والله. في مناجاه كنت بقراها وممكن تبقوا عارفينها سريعا كده. هي بتبدا اللهم انت تسمع كلامي وترى مكاني يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم. مناجاه كده جميله قوي. اخر المناجاه دي اسالك الا تشوي وجوهنا بالنار. ماشي. وانا بقراها والله العظيم كنت اقول ايه الاخر واحد دي دي ما كانش لازم يقولها هنا. الراجل ده مش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده من ادعيه السلف. فكنت اقول ايه الراجل ماشي حلو قوي ومناجاه عمال يتكلم عن ربنا واسماء، بعد كده في الاخر قام قايل حاجه ليها علاقه بالنار. فانا كنت اقول ايه والله بص، يعني انا حتى وانا بقولها والله كنت ساعات ما اقولش اخر جمله دي. ليه؟ بحس انه ده كله حته ودي حته ايه، فجاه اتكلم عن النار في جمله فتحس انه السياق طلع هو بيعمل زي ما انت بتقول. طلع هو اصلا كان عايز يدعي انه ربنا ما يدخلوش النهار، بس كان لازم يعملها بمسكنه وادب وذل عشان يعرف يطلبها في الاخر. هي دي انت قلت يا ابن الذين ده انا كنت عبيط، ده انا مش فاهم. دي اللي بتفتح دي سبحان الله، هي دي اللي تفتح الابواب والله. وده ده انا عايزك وانت بتعمل ختمه وانت بتقرا عدي على ايات الدعاء، الدعاء الانبياء. شوف الادب، شوف الثناء على الله سبحانه وتعالى. هنا تامل في سيد الاستغفار عشان نكمل. يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. فداخل ايه، مش بقول انا عندي طاعات ومش عارف، لا، اعوذ بك من شر ما صنعت، انا ليا ذنوب ويا رب لو يا رب اصرف عني الذنوب دي، لان هي كانها ايه وحش هيهجم عليا. فانا بقول يا رب اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي. ده اللي انا بقول داخل يقول للراجل الغني انت والله صاحب فضل علينا وسبحان الله انت لما بتحسن الى انسان وتجد ان الاحسان بتاعك او المعروف بيقع في يد شاكر، ان الشخص ده قيس ده مثلا على الناس اللي حواليك. لما انت تتصدق على حد وتلاقي ان الشخص ده فرحان وبيشكرك وبيدعي لك، مش بقول ان انت منتظر الشكر، لكن انت غير لما تعطي انسان جاحد تديله يقول لك على فكره انا اخدت من الشنطه الصغيره عايز من الشنطه الكبيره. فاهم؟ معاملتك مع ربنا كده، انت بتقول يا رب ابوء لك بنعمتك علي. يعني انت داخل مش داخل ايه، داخل اصلا حاسس ان انت عندك مشكله او حاسس ان انت ربنا سبحانه وتعالى مش كرمك. لان هو في ناس كل ما تقعد تتكلم معاه هو بيعرف بس يعدد المصائب. منين ما تقعد معاه والله ده البلد والظروف والشغل كنود.
ان الانسان لربه لكنود، يعني يعدد المصائب وينسى النعم. فلا، فانت داخل بتقول يا رب ابوء لك بنعمتك علي، بس يا رب ايه، زي ما سيدنا ايوب قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما ايوب يغتسل عريانا، ربنا سبحانه وتعالى ايه انزل عليه جراد من ذهب، فجعل ايه يجمع ويحثو كده. فربنا سبحانه وتعالى بيسأله يعني انا رب انا اعطيتك وابدلتك بدل الذريه بتاعتك واغنيتك من المال، فبيقول ايه يا رب لا غنى لي عن بركتك. ان انا يعني انا معايا، انا معترف بده، بس انا يا رب ايه ما استغناش عن الفضل بتاعك وعن البركه بتاعتك، لا غنى لي عن بركتك. فانت بتقول ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، اعتراف، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. شوف الدخله دي، عشان في الاخر تقول يا رب ايه اغفر لي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في القيام قبل الدعاء كان بيقول ايه؟ كان بيبدا اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض. شوف يا جماعه الكلام داخل، انت يا رب انت لا انت قيم السماوات القيوم، وانت الملك، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق. في الاخر ايه ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه اتيه لا ريب فيها. اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا. شوف كل ده عشان إيه؟ عشان أقول يا رب اغفر لي. إحنا بقى بنعمل إيه؟ يا رب اغفر لي. إحنا على طول إيه؟ يا رب ارزقني، ده اللي بيخلي يا رب ارزقني، يا رب ارزقني فلانة، ولو هي من نصيبي، لو مش من نصيبي خليها من نصيبي. ده اللي بيخلينا ما بنعرفش ندعي كتير، لان دي حته كبيره قوي اصلا المفروض تاخد مننا وقت ومساحه. انا بحس كده برضه يعني انا برضه مش لازم ان انت برضه تقولها يا عامر زي يعني لو انت مش حافظ الدعاء زي النبي عليه الصلاه والسلام هتنزل منزله الاعرابي خلاص، تقول يا رب انت كريم يا رب يا رب. يعني انتوا بتقولوا ان الدعاء مش بس هدفه ان انا بطلب حاجه، ولكن هدفه ان انا ارتبط بربنا سبحانه وتعالى. تمام، صحيح. هو ده اكيد، بس احنا بدأنا الكلام انه في واحد في رمضان عايز يوصل لحاجه وعايز يصدق وعايز قلبه يتفرق والكلام اللي قلناه ده. فانت كنت قلت انه انا مش عارف اعمل ده لوحدي، ودي العقيده اللي بتحركك للدعاء. كويس. انا محتاج حد يعملها لي فهروح ادعي. فشريف بيكمل انك لما تدعي خليك محترف الدعاء الكلام ده جميل جدا. ومسكنة. انت اصلا انت في الحلقتين اللي فاتوا او حاجه كنت قلت فكره انه وقلتها دلوقتي ما بنعرفش ندعي وكده، فلما انت تيجي تقول لواحد ادعي هو على طول بيجي في باله طب انا محتاج ايه من ربنا، عارف انا محتاج اطلب ايه. ايوه هي دي. فالبارادايم شيفت اللي حصل دلوقتي، بما ان دي الثيم بتاع الحلقه يعني، الوعي اللي حصل دلوقتي، الوعي انه انت بتدعي، انت الدعاء ان انت بتتصل بربنا سبحانه وتعالى، مش لازم تبقى بتطلب منه حاجه، مش لازم تبقى بتطلب منه عربيه، انت بتثني على ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده يعني فعلا مشاعر، انت بتعبر لربنا عن مشاعر عبوديتك بس اتجاهه. دي من احلى الحاجات دايما، الاكسبريشن وانك تطلع دي من الحاجات اللي انا وانت بنفتقدها. فلما تعملها مع ربنا لا هي احلى حاجه في الدنيا. انت عارف انا بحس بايه يا حازم؟ بحس ان انا ده المخرج الوحيد اللي من غيره كنت هتجنن. انت فاهم قصدي؟ فاهم. يعني في ناس بتعرف جزء عامر المناجاه، يعني انت بتقول يعني حتى لو ما طلبتش زي ما حازم بيقول، يعني في قصه امراه عمران قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعت قالت رب اني وضعته انثى والله اعلم بما وضع. شوف حاجه حلوه، فاهم؟ وليس الذكر واني سميتها مريم، يعني بتقول لربنا انا كمان سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الاخر ربنا ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. وده يجيبنا المعنى ان وانت في رمضان من آداب الدعاء ان بلاش تدعي وانت ايه، وانت جوه قلبك شك.
مم. يعني انت ايه بتدعي وانت حاسس ان هي صعبه بعيده، غلط. يعني ده طبعا. ده دي في عجيبة في دي. في آل عمران، في آل عمران بعدها على طول الآيات قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. طب أنا أسألك سؤال يا حسن، ده مين اللي بيتكلم؟ سيدنا زكريا. مم. النبي. سيدنا نبي. زكريا نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء بني إسرائيل. هل سيدنا زكريا يخفى عليه؟ يعني هل أنت يا حازم ما تعرفش إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ لا طبعا، سبحان الله. هو ده معنى اه. بالنسبة لك أصلا؟ ده إيه؟ هو مم. طبيعي. لكن هنا مشاهدة الحالة، سيدنا زكريا لما المفسرين يقولوا دخل فوجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فقال فهو بيقول لها أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هنالك دي ما هو عارف المعنى ده اصلا، فكأن المعنى الذكرى تنفع المؤمن. واحيانا لما انت بتشوف ايه ده ما ربنا ادى لفلان، عشان كده بحب اسمع القصص بتاع اجابه الدعاء، مم. فلان دعا وربنا استجاب وفلان كذا وتقرا الايات اللي في القران في سوره الانبياء فاستجبنا له. ده يعزز يقينك ان ربنا ادى لفلان وادى لفلان. ايوه انا سبحان لو ما الله. عنديش الموانع بتاعه عدم الاجابه يبقى انا بدعي وانا عندي يقين. ادعوا مم. الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. انا صح. يعني انا بحب سيدنا ابراهيم جدا جدا جدا. عليه الصلاة والسلام. انت بتضحك علي. عسل والله يا حسن. انا بجد بيأثر فيا جدا الطريقة اللي هو بيتكلم بيها مع ربنا المرء سبحانه مع وتعالى. من أحب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. يعني فعلا فعلا بتأثر جدا بالطريقة اللي هو بيتكلم بيها ربنا سبحانه وتعالى جدا جدا. يعني صح. يعني في سورة الشعراء انا فاتح قدامي والذي هو يطعمني ويسقين، اللي هو الذي خلقني. اقرأها يا حازم كده ترتيل كده، عايزين ندخل كده قرآن كده في البودكاست كده حلو كده. ما بحبش اعمل اللقطات دي يعني. ليه يا عم طب عادي. خلاص خلاص كده. خلاص يا عم سيبه يقراها خلاص. الذي بص هو بدأ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله. يعني شوف أطمع، يعني اللي هو أنا مش بطلب، يعني أنا بس إيه وإن هو يغفر ولا يعني مش أكتر من كده. يعني منزلة الطمع. سبحان الله سبحان الله. يعني أنا مش مصدق بجد يعني في حاجة في الآيات دي عشان أنا برضو كان حد الآية اللي بعدها إيه حازم؟ ربي. ماشي. تربية صح. فهو لا فهو بيقول لك هو أصلا بيقول لهم إيه فرأيتم ما تعبدون، إنه بيكلم قومه فإنهم عدو لي إلا ربنا اللي كان بيكلم قومه. بعد كده إيه ربي هب لي من الصالحين، أم مكمل دعاء بقى. هو ده في نفس القعدة ده هو كان بيكلمهم وبعد كده قاعد يكمل دعاء ويكمل دعاء ويكلم ربنا. ساب الكفار. ده الالتفات اللي انا بقول عليه. ده يا عامر دي. سبحان الله في اواخر سورة يوسف الحتة بتاعت الالتفات اللي هو انا خلاص يعني انا بكلم الناس وفجأة بقيت في حتة تانية. سيدنا يوسف في اواخر السورة قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. أنا عايزك تشوف كم لفظ سيدنا يوسف عليه السلام بيستعمله في الثناء على الله. قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وبعدين فجأة حتة ثانية خالص ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل ده ليه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إحنا نفسنا نوصل لده، وده انت مش يعني ممكن وانت نايم على سريرك يبقى انت بتدعي وانت نايم على سريرك. بس اللي انا فهمته من اللي انتوا قلتوه ده انه بيبقى في حتة كده في الاول انت بتجهز بيها نفسك لده، عارف يعني. هو سيدنا يوسف
مهد لده وبعد كده اتجه، وسيدنا ابراهيم مهد لده وبعد كده اتجه. فانت في يعني الدعاء برضو المدة بتاعته بتفرق، ان انت تاخد وقت ان انت تجهز نفسك، ان انت تهيئ نفسك لده، صح؟ صح. ده اللي احنا بنتكلم فيه يا حازم. احنا بنتكلم في فكره ان انت وده انا مش بزعم ان احنا بنعمل ده، يعني انا عن نفسي انا مقصر في ده، ما بعرفش اعمل لا طبعا. فرق ما بين نفسي ان احنا اعمل ده. بنقول وبين ان انا احنا نفسي كده. اعمل ده، لا يعني لا عشان بس لا الناس ما لا تفهمش، انا نفسي اوصل لمنزله ان انا بدعي زي سيدنا يوسف، ادعي زي سيدنا ابراهيم، ان انا ابقى بتاعت واخدها سيدنا كده واحده ابراهيم اقوى واحده. بصراحه. لا بتاعت سيدنا ابراهيم انا مش قادر. انت عارف ايه دعوه؟ يعني هو بيكلم مشركين وبيقول لهم، وبعد كده ساب المشركين والدعوه عادي ده. يعني سيدنا يوسف في مقام ان هو بيشكر نعمه، وفي ان هو قاعد مع اهله. التانية صح. عجيبه والله. ازاي يعني؟ تخيل انا معاك كده فجاه قمت لافف وقعدت ادعي. ده انا لو عملتها اعرف ان انا منافق ومرائي مليون في المية. يعني والاقوى منها، الاقوى في بعد غزوه احد، الصحابه يعني بيشلبوا دم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم استووا. استوى. لا قال ايه؟ لهم ايه؟ لا ما لهمش حتى استوى. اثني على بالظبط. ربي. هو بيقول لهم ايوه استووا، اقفوا كده، اقفوا ورايا عشان هندعي ايه؟ طب هندعي ربنا ينصرنا وربنا ينتقم، حتى اثني على ربي. يا راجل ده احنا، يا حاجه. راجل صلى الله احنا عليه وسلم. والله طيب يعني. خلونا ننزل لارض الواقع. احنا عايزين الكلام ده يعمل فينا ايه في رمضان؟ احنا عايزين انا بس بقول كده برضو عشان الناس تستفيد في الاخر. احنا انا عايزين عايز بس طيب اعمل ايه اجمع، في رمضان؟ عايز اوصل لايه؟ عايز بالظبط. اجمع حتة الدعاء دي بس. ان هو انت كنت هتقول الآية اللي هو فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا واذا سالك دعان. عبادي عني، بعد ايات الصيام على طول. بالظبط. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهي فليستجيبوا لي دي بتتضمن كتير جدا من اللي احنا قلناه ان شاء الله النهارده. العبوديه كلها. بالظبط. يستجيبوا في الاوامر وترك النواهي. وده اللي انت بتستحق بيه بتستحق بيه المنة بتاعت ربنا ان هو يستجيب لدعائك يعني. بلاش طبعا. لفظ تستحق، يعني خلينا ايه تستحق بتتسبب المنة. يعني ان هو يعني يمن عليك. انا بعمل سباش. ايوه بالظبط. تمام. اوكي. كمل. اسف. احنا يعني عايزين قبل ما نعدي بس الحته بتاعت الدعاء ناكد ان احنا يا جماعه ان رمضان شهر فعلا اجابه الدعاء، لان انت مش هتلاقي حال انت في حاله المسكنه وانت قال وذكر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، اللي هو انت متمسكن ومتبهدل وجعان وعطشان. عشان كده على اللي حسن الخبر او صح الحديث يعني ان دعوه الصائم لا ترد، او للصائم عند فطره دعوه لا ترد. فانت تجتهد في ده. ان انا مثلا انا بتكلم عن نفسي، انا اجي في رمضان اركز في 3 دعوات احطهم كده قدامي، كل لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا بالدعاء اقوم مركز على ال3 دول. مش لازم 3 يعني، وربنا سبحانه وتعالى فضله واسع يعني، لكن اقول ايه، انت بتبقى مثلا ايه نفسك، والله نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، فتدعي وما تنساش تدعي بالاخره يعني بلاش الدعاء كله يبقى مقتصر على الدنيا. عايز اقول حاجه في الحاجتين في النقطه دي، ان هو اجابه الدعوات وانه اصلا هي ليله القدر. يعني اللي ربنا قاله لنا عنها انه ايه اللي بيحصل في ليله القدر غير الثواب اللي ممكن ناخده. يعني ايه اللي بيحصل في ليله القدر اصلا؟ فيها يفرق كل امر حكيم. فيها ربنا قال كده. لا فيها يفرق كل امر حكيم. يعني ايه؟ يعني اقدار ربنا بتاعت السنه اللي جايه بتقدر وبتنزل في ليله القدر. صحيح. ده ليله القدر خير من تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. التفسير هنا وده ما فيهوش خلاف انه ليله القدر هي الليله اللي ربنا بيقدر لك فيها اللي يحصل لك السنه اللي بعديها. فمش بس الثواب انك لو عبدت ربنا تاخد ثواب، ده هو اصلا ايه اللي بيحصل فيها، الملائكه بتنزل تعمل ايه. فهو شهر اصلا طلب الاقدار من ربنا واجابه الدعوات فعلا يعني. وفعلا الصراحه آية الدعاء ان هي جايه وسط الصيام ده يعني برهان فعلا انه يا جماعه ما ينفعش ما ندعيش، وهو ده الشهر اللي انت تطلب فيه يعني. فجزاك الله خير يا شيف. بصراحه الجزئيه دي اثرت فيا جدا ان انا اطور من تأدبي في الدعاء. وانت بتقول بقى 3 حاجات، احنا عشان مفضلين لنا 10 دقايق واللينك يقطع والعصر يأذن وكده. ففي حاجه بصراحه انا فرق معايا من الجانب العملي شويه، انه انا لسه سامعها اصلي قريب بصراحه من حد وهو اللي حمسني يعني. عارفين يا جماعه لما يبقى في ماتش بوكس
والماتش يخلص من اول ثانيه. عارفين اللقطه دي؟ نوك اوت. ان انت فجاه في كده نوك اوت كده من اول ثانيه، فجاه يقوم ضربه وخلاص وخلص الماتش، والناس دفعت تذاكر قد كده ولابسين فساتين وجايين ويقوموا يروحوا بعد دقيقه. عارف اللقطه دي؟ رمضان بقى لازم يبقى فيه نوك اوت بينك وبين نفسك، بينك وبين ذنوبك، بينك وبين الشيطان يعني. وانت بالذات بقى هتركز فيه على دعوات. يعني يا جماعه زي ما بنقول رمضان شهر الانطلاق والنقله وكده، في حاجات كبيره لازم تحصل لك في رمضان. يعني دايما نقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ولن يشاد الدين احد الا غلبه، وانه خدوا الامور برفق وادومه وان قل. ده منهج عام. انما رمضان البنت بتلبس فيه الحجاب، اللي بيشرب سجاير بيبطل، اللي ما بيصليش صلى بقى يصلي ال5 فروض. رمضان بيحصل فيه نقلات كبيره ولازم يبقى فيه ضربات قاضيه. يعني خدها قفش دي في رمضان. محتاجين ان احنا نستوعب ده اللي بيتفرج علينا يقينا، واحنا بنقول تدعي ب3 حاجات. في ذنب مدمر عليك حياتك، في علاقه هي دي اللي واقفه بيني وبين ربنا ان انا انطلق، في عباده عندي انا لو ما عملتهاش النهارده انا هخش النار بكره. الكلام ده في رمضان جاي عشان النقلات الضخمه دي، عشان واحد كان من 0 يبقى 100 في حاجه او في حاجتين او في 3. فارجو من كل اللي بيسمعني ان هو يبقى فيه 2 أو 3 في ذهنه، على الاقل حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف، على الاقل في عباده انا ما بعملهاش لازم اعملها وبعدين اختار الحاجات الصح، اختار الحاجات الصايعه. ما تضربش اي ضربه وخلاص، اختار الضربه اللي توقع فعلا. يعني في ناس يقول لك صيعت ايه مالك انا قلبت كوتش لا اصل اقول لك حاجه خليك صايع يعني. الفوكس بتاع الكاميرا بتاعتك فاطن يا عم الشيخ. الكاميرا بتاعتك تقريبا عايز تعمل فوكس او حاجه زي كده. لا انا كاميرا ثانيه مش دي. طيب ما تخرجنيش بره المود. انت لقيتني بقول حاجه حلوه من نفس لا والله يا اخي انت بتقول حاجه صايعه. حلوه ايه؟ انت بتقول صايعه وقعدت تتريق عليا. فاطن خليك فاطن يا عم الشيخ. قصدي ايه؟ قصدي انه ممكن يبقى واحد عارف مثلا، واحد مصاحب وهو الموضوع هو لو ساب النقطه دي هو خلاص من جوه نفسه ومن بره نفسه انا التزمت خلاص. خليك ذكي في انك هتختار الحاجه ولازم تعملها في رمضان. وعلى من الاخر لو ما عملتهاش في رمضان ودي اكبر حاجه واكبر حاجه ما ساعدتكش عليها اللي هو رمضان، يبقى بنحور. فانا عايز الفت نظر الناس لده. معلش لو خدت دقيقتين اللي بيسمعني لازم يبقى مقرر ضربه قاضيه وبيدعي بيها ليل نهار وخلاص. ومن رمضان انا خلصتها خلاص، انا خدت فيها خطوه وخلصتها وانتهت دي الحمد لله. رمضان 2021 انا كان السبب في ان الحوار ده خلص يعني. فدي الحته اللي كنت حابب اقولها بصراحه. قول يا شيف شويه توصيات عمليه. قول لو عندك توصيات عمليه هتقول ايه؟ تكلمني انا؟ يعني لو عندك توصيات عمليه انت شايف ايه؟ عايز تقول ايه؟ اول حاجه اعزائي المشاهدين يتابعوا برنامج مكارم. ليه؟ عشان سر على ضرب المكارم. دعايه رخيصه. ده اول حاجه اعزائي المشاهدين. ده الحاجه من انت عارف جيمي يا عامر؟ عارف جيمي اللي كان كنت انت بصليت المره اللي فاتت بيه ده؟ الواد ده عسل لازم تسلمه. ينفع كده حضرتك اول تعارف بين ده تصلي في 3 اجزاء؟ رحنا صلينا مع بعض يا حازم. كانت اول مره اصلي معاه بس كان قيام يعني ليله وتريه وبتاع. انت اللي كان معانا واحنا بنصلي. عامر اللي كان بيصلي. انا كنت بصلي في الاعتكاف. فالمهم ايه، جيمي كان معايا واحنا بنصور البرنامج. فانا كان في حلقه من الحلقات اللي كنت بصور في الشمس، فمش عارف ابص في الشمس خالص، فلبست النضاره. وكانت حلقه عن الايثار ولابس فيها جلابيه شفافه كده. فالدنيا بايظه خالص. فانا قلعت النضاره. عارف يا عزيزي المشاهد، انا جاي اكلمك النهارده على الايثار. عارف الايثار ايه؟ ان انا لابس نضاره وانت مش لابس نضاره عزيزي المشاهد. فشيمي بيقول ايه؟ عشان انت فقير يا عزيزي المشاهد. بس خلي بالك يا حازم، احنا يوم ال3 اجزاء ده يعني ده ما كانش الطبيعي. هي ضربت معانا كده مره وهو صادف ان هو جه ولبس. بص انا خرجت على شعوري. انا كنت هضربه ولا في الصلاه. يعني هو ما قالناش كده، احنا كنا داخلين نصلي. انا بقى افتكرت حديث عبد الله بن مسعود. ايوه دخل يصلي. انا كل شويه خلص سوره النمل وقوم داخل في اللي بعدها خلص. انا مش قادر. وبعدين بدات افتكر حديث حديث سيدنا عبد الله بن مسعود: حتى هممت بامر سوء هممت ان اجلس وادعى، وان انا كنت انصرف من الصلاه.
وبعدين قعدت اقول بقى ايه ده، وانا منافق ولا ايه، وانا زعلان ليه كده. خرجت بره الصلاه تماما، يعني بتاع مثلا ساعه ونص ولا ساعتين بتصلي، انا خلاص بره. لحد ما جيت في اخر بقى يعني سوره المؤمنون او سوره النور بقى، كنت بقى ايه، لقيت نفسي طرت بقى مره واحده كده، طرت وقاعد ومركز ومش عارف ايه بتاع، لقيته خلص فخلاص بقى هيركع، راح فاتح السوره اللي بعدها، رحت راجع نفس الحاله تاني اللي هو لا بصراحه بجد. اليوم انا قلت ده له كان بعد الصلاه عظيم. بقول له طب انت عملت ليه كده يعني ما قلتلناش ليه ما يعني يا اعرفش عم. والله، هي جت كده. وبعدين انا مش الطبيعي ان انا اصلي كده طبعا، مستحيل، بس حصلت يعني وجت كده، قلت يلا يلا يلا، هم قاعدين ورايا، واللي بقى يخبطني واللي يقول لي سبحان الله بجد والله يا راجل يا اصل اصل احنا قعدنا فعلا بتاع 3 اجزاء في ركعه، في وانا ركعة مش واحدة. حاسس يعني. اه ايوه أمال إيه؟ هو كل شويه يقول لك هيركعوا. فكنت بس سيركع عند 100 فكنت بس إن سيركع شاء- بها، قعدت بقى افتكر كل احاديث. لا طيب بس خلينا هي ندخل كانت ليله كده. يلا في قول الجانب قول. العملي علشان الصلاه. أمم. عشان ماشي، الايه عندك ايه يا الصلاة. حازم؟ طب انا صلاه قبل العصر. قبل ما الكاميرا بتاعتي تقطع، عشان لو قطعت ماشي انا مش هزود حاجه، انا بس هعيد الحاجات اللي احنا قلناها عشان تبقى عمليا الناس افتكرتها. اول حاجه، ما سيبك من احساسك وانا مش حاسس، افتكر انك جاي تعبد وخلاص، وانت كده كده تستعد لبعد رمضان. تاني حاجه، الله بيصلح المهدي في ليله، الله يصلحك في لحظه. فاستبشر، وربنا رب ليه اسرار فعلا في معامله الناس، فاجتهد ان هو يصلحك في لحظه، وادعي ربنا بس وخلاص. قلنا حاجه كمان، ان انت محتاج في رمضان ده تفرغ قلبك وعقلك انك عايش في رمضان وعايز تصدق مع ربنا، وده اللي دخلنا للدعاء. يعني قلنا فرغ قلبك وعقلك، عيش بقى المعاني بتاعت العتق، وعيش المعاني بتاعت العفو، وعيش المعاني بتاعت انه مفيش شياطين، واقبل على ربنا. وهو ده بقى اللي دخلنا في الدعاء، انك حاول بقى تتطور من تأدبك في الدعاء وثنائك على ربنا ومناجاتك، وانك بس تتصل بربنا، انك حتى بتتكلم معاه لو مش هتدعي. والحاجة اللي قلناها الجزئية بتاعت الضربة القاضية، لازم عندك 3-4 حاجات. انا في رمضان دول خلصتهم وعلمت عليهم اكبر حاجتين 3 في حياتي، وبدعي بيهم يوميا يعني. دي الحاجات اللي انا متخيل ان احنا قلناها عشان الناس تركز فيها، بس انت زود عليها يا شريف لو طيب. عندك حاجة تانية. طيب ماشي، انا هتقول حاجه حازم ولا ابدا؟ لا دوس توقع. طيب انا عايز اقول 4 حاجات ان شاء الله. الحاجه الاولى ان احنا بنرتب اولويات العباده في رمضان غلط. يعني ممكن واحد يهتم بصلاه التراويح وما يصليش الفجر في جماعه، او يصلي الظهر في جماعه، او مثلا يقعد مثلا للفجر فيضيع عليه الظهر والعصر. فعايز اقول ان انت ترتب اولويات العباده. الاولويه كملوا بتاعتك ان كملوا، انت هظبط حاجة واجي. كملوا الاولويه كمل. بتاعتك ان انت تصلي الصلوات الخمس. الشاب حاول انت تصلي في المسجد، والبنت انت تصلي في البيت الصلاه في وقتها. فده اولى حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال الله سبحانه 5 دقايق وتعالى: وما بالظبط. هو ما تقرب نامش؟ الي عبدي بشيء حب الي مما افترضته عليه. يعني اكتر حاجه طيب تقربك 5 من دقايق. ربنا ان انت تعمل الفرض. فخلي كده ايه عندك، وانت بتعبد ربنا يكون عندك ثقه. ممكن انت ايه دايس في نافله من النوافل وسايب فروض. يعني اكتر حاجه تقرب البنت من ربنا ان هي تصلي الصلاه في وقتها، ان هي تلبس حجاب. الحجاب فرض ربنا سبحانه وتعالى. فلما انت بتركز على الفرائض وتعملها، دي اكتر حاجه تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه او دي داخله فيها، يعني ان انت ما تحسش ان الصيام حاجه كده ايه، حاجه يعني ماشيه. كان نفسي ان احنا نتكلم عن الصيام بتفصيل اكتر، عن عباده الصيام عموما، لكن سريعا ما تحسش ان الصيام حاجه كده، يعني ان هو انا صايم وخلاص. يعني هي حاجه بره الحسابات. الصيام لوحده يدخلك الجنه باذن الله. يعني اعتبر ان انت عامل عباده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا الصيام. عارف يعني الا الصيام؟ فانه لي وانا اجزي به. يعني انت عامل عباده ربنا بيحبها، يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. الصيام ليه باب من ابواب الجنه. ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل احد غيرهم. انا بقرا الحديث بقول للشباب، الحديث فيه 3 مرات لا يدخل احد غيره. 3 مرات، يعني نفس المعنى ده. كأن دي ايه يا حازم يا جماعه؟ ان الباب ده دي منزله خاصه.
لا تطمع ان انت تدخل لو انت مش من اهل الصيام. يقال اين الصائمون فيقومون يدخلون لا يدخل منهم احد، فاذا دخلوا اغلق فلا يدخل احد منهم. شوف 3 مرات في الحديث لا يدخل احد غيرهم، لا يدخل منه احد، لا يدخل، اللي هو ايه، دي درجة عالية، دي منزلة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا تزهد في الصيام، يعني ما تعتبرش ان الصيام حاجة، لا، احتسب نية من صام رمضان ايمانا واحتسابا ان انا بجوع نفسي وبعطش نفسي وبترك الشهوة الحلال لله سبحانه وتعالى، فده عند ربنا حاجة كبيرة. النقطة اللي بعد كده رقم 2، ان انت تعرض للقرآن. رمضان شهر القرآن. القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب للتغيير. كان في خطبة الجمعة النهاردة الشيخ سبحان الله قرأ آيات عن أثر القرآن، أثرت فيها جدا. أنا أصلا بحب الآيات بتاعت سورة الجن وبتاعت سورة الأحقاف اللي بتتكلم عن تأثر الجن بالقرآن. عجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تحول الجن، مش بتكلم على بس المشاعر، على مستوى المشاعر، على مستوى التصورات يا حازم، على مستوى الفعل. يعني أثر القرآن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يسمع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب لابن مسعود ويقول: اقرأ علي القرآن. ابن مسعود يقول: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. في رواية قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يعني يبقى بالنسبة لك سماع القرآن يصل لحد إيه ده؟ أنا الشهوة بتاعتي في إن أنا أقعد كده إيه، أسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا أعلم إن كان التعبير ده يصح أو لا يعني، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده في الحديث: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود النساء حتى بلغ إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان يبكي تأثرا من القرآن. قل حسبك الله. فهنا إن أنا محتاج أسمع القرآن. أثره على التصورات، عقلي. ممكن تقرأ ختمة بتجرد وبتركيز، كل زي ما كان الشيخ إبراهيم سكران بيقول في طريق القرآن: ختمة بتجرد واحدة، ختمة واحدة بس. الأفكار بقى النسوية والأفكار بتاعة التطرف والعلمانية والحاجات دي كلها، القرآن هيعمل لك إيه؟ هيظبط لك التصورات. يعني شوف الجن كان عندهم تصورات غلط. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شوف الوصف: يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. العزم ده جه منين يا جدعان؟ يعني العزيمة والإرادة إن أنا خلاص لن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ده التصورات بدأت إيه؟ تتظبط إيه؟ وأنه كان يقول سفيهنا. الشيطان كان بالنسبة لهم الكبير بتاعهم، الكبير بقى في لحظة سفيه. ده أثر القرآن. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططة وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس. الآخر آيات هم بيقولوا إيه؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. شوف الآية. قالوا في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تحولوا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى في لحظة إيمان. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. فأنا عايز أقوله إن أنت في رمضان تعرض للقرآن، اقرأ بتركيز، بلاش قراءة إن أنا بقرأ والموبايل الواتساب يرن وحد يبعت لي رسالة، ولا إن أنا قاعد مشغول. وده هيجيبنا النقطة اللي بعد كده، إن من الأسباب اللي بتمنع الإنسان من انتفاع بالقرآن هو الشواغل. القرآن عزيز، القرآن عزيز. لا تتصور إن أنت هتقعد بنفسية إن أنا عايز أفر في الصفح كده وأشوف أنا خلصت ولا لسه كام صفحة،
لسه كام صفحه في الورد بتاعي ولا ختمت النفسيه دي ان انا عايز انجز، عايز اخلص، هي مهمه بخلصها، تشيك ليست كده، عملت صح على النهارده، قرات الجزء اللي انا بقراه. النفسيه دي مش نفسيه انسان هتاخد حسنات، لكن مش نفسيه الشخص اللي رامي نفسه كده. انا عايز ايه؟ انا عايز اتغير. حلو، خليني ومش اقول بقول حته. كمل. مش بقول برضو عشان بس كده، مش بقول ان انا بعرف اعمل ده، يعني انا نفسي اعمل ده. انا فاهم. هي انا فكره هي ايه؟ بس في نقطه انت قلتها بتاعت هو الفكره اللي انت عايزه من القران بتاخده ان شاء الله. تمام، يعني انت لو عايز باذن الله. حسنات، لو انت عايز حسنات منه بس، فانت هتقراه بطريقه معينه، هتخش صح. تقراه بسرعه وتجمع حسنات، والحسنه ب10 امثالها، وتمام، انت كده حققت الختمه ولا الاتنين ولا التلاته ولا ايا كان. مم. انت ما طلبتش اكتر من كده، فانت مش هتاخد صح. اكتر من كده. صحيح. فاهم قصدي؟ بس ايوه صح. برافو عليك، صح. حلوه الحته طيب دي. خلينا بس عشان لسه لي اخر نقطه وخلاص نختم فيها. انا بتكلم اي رابع في حاجه؟ انا كنت فكره لسه اقول لك، انت قلت الفرائض الفرائض، واثر التعرض القران. للقران. الفرائض والقران دي الصيام حاجه معاك. والصيام. ماشي. التعرض للقران، ايوه. وعلشان تعرف تتعرض للقران تنتفع بيه، محتاج الخطوه اللي هي الثالثه اللي بعد كده، ان هي قطع الشواغل. اه الشواغل دي منها حاجات اللي هي اصلا حاجات حرام، يعني مش يعني في ماشي حاجات ماشي. واخده مفهوم قلبك، مفهوم. يعني الحاجات السوشيال ميديا والمسلسلات والمتابعه، قلبك هيتزحم. يعني انت محتاج طيب. علشان تعرف تتعرض للقرآن قلبك يفضى من الحاجات دي. ماشي. الحاجة اللي بعد كده، اه النقطة الأخيرة، هي ان انت توسع مفهوم العبودية في رمضان. أبواب الجنة ال8 متفتحة في رمضان، وأبواب الجنة منها الصدقة، ومنها القرآن، منها قصدي الصيام، ومنها الجهاد، ومنها الصلاة، ومنها البر. ففي العبادات، مفهوم العبادات واسع، اللي هو المعنى اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه في البداية، ان ان ممكن انت تكون مع زوجتك في الجماع وتثاب على ده. النبي عليه الصلاه والسلام قال: وفي بضع احدكم صدقه. ممكن انت مثلا تحتسب ان زوجتك مثلا في رمضان مش عارفه مثلا المساجد مقفوله، التراويح مش عارفه تصلي التراويح، ان انت تصلي بيها، ان انت تهيئ لها جو ان هي تعرف تعبد ربنا، ان انت تعمل ده، ان انت تقعد مثلا تفطر انسان، ان انت تصل رحمك. ابواب العباده في رمضان مفتوحه. يعني ما تقفلش دماغك، مش معناها ان انا بزهدك في ان انت تصلي التراويح او انت تسمع قران، لا، بس وسع مفهوم العبوديه. انا في نهار الصيام اكلم قرايبي، اتصل عليهم برضه ما بعملش ده يعني، بس ايه، كلم قرايبك، اسالهم ايه اخباركم، ايه مش عارف ايه، حاول تعمل ما زياره. تقعدش تقول ما بعملش ده ما بعملش ده. يعني نفسي اعمله ان شاء الله، هو يعني انت انا جاي اعمل ليه؟ حاجه. طيب اعمل مش حاجه بقى. عارف يعني انت. انت بتعمل ايه؟ ماشي. انا فده بس اللي انا بتكلم فيه، يعني لخص كده. وسع مفهوم الاربع حاجات: وسع. الفرائض، ماشي. تعرض للقران، قطع الشواغل، تاجر مع الله، بتوسيع مفهوم العبوديه. حلو. لا، ونسيت حاجه مهمه جدا. اتفرج على برنامج. واتفرج على برنامج مكارم. سير على درب طيب ماشي يا رجاله، جزاكم الله خيرا. يلا جزاكم بينا الله عشان خيرا. نلحق الصلاه. طيب احنا كده هنقف دلوقتي يا حازم. احنا ما قلناش الدعاء بتاع فضل سبحانك اللهم المجالس. وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. I love you شريف. I love you man.